انا ليش عم بحرق حالي؟ انا ما لازم احكي. امبارح عم بلعب بالنادي 6 ساعات. دقيقة و50 ثانية. دقيقة و50 ثانية. هذا اللي حط الرز بالصوص بالاخير. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ واهلا وسهلا فيكم من اول حلقة من سلسلتنا لبرنامج رمضان سومر شو. ابدا الاسم ماله مكرر وتقليدي، بس انه مرقوا لنا اياها. برنامجنا برمضان رح يكون منوع من مسابقات اكل ومقابلات مع الناس بالشارع قررنا اليوم انه نفتتح اول حلقة بمسابقة اكل عند المطعم اليمني بدنهاك. طبعا مين منكم ما بيعرف المطعم اليمني؟ اشهر من النار عالم مشهور بافراته، ان كان بدنهاك او بروتردام، تحت اداره الاخ والصديق حاتم الرياشي. طبعا خلوني اعطيكم لمحه بسيطه عن اللي بده يصير اليوم. اللي بده يصير انه تم التنسيق مع بعض الاشخاص عن طريق الانستغرام بعد ما اعلنت عن الموضوع على الستوري عندي. طبعا اذا ما متابعني على الانستغرام تابعني فورا لانه عم بيروح عليك كثير صديقي. مسابقه اليوم رح تكون عباره عن جولتين. اول جوله رح نعطي مجموعه من الاشخاص وجبه صغيره حتى يتسابقوا عليها، واسرع اثنين بيخلصوا الوجبه الصغيره هي من هدول الاشخاص فورا بتاهلوا للجوله الثانيه واللي هي الجوله النهائيه، ورح يتنافسوا على شيء اكبر هن الاثنين، واللي بيربح بهي الجوله رح يربح جائزه ماليه معينه. جاهزين؟ تفضلوا معي حطاتي انتو. طبعا يا جماعه بما انه المتسابقين لسه ما وصلوا فالشباب قرروا يدللونا. ليش ايه يلا يا زلمه. شوف يا هم ملالي، انا اسف انه انكم عم تتابعوا المشاهد هي برمضان، ما بعرف بعد الفطور ولا قبل الفطور. تعالوا اخذكم جوله بالمطعم. ومعنا يا جماعه اول متسابق لليوم، خلينا نتعرف عليه اكثر. مع مين انا اليوم؟ معك احمد مجذوب. معليش. عبد الرحمن. فارس الخطيب. عبود. احمد، من وين جايينا؟ والله جايك من العاصمه امستردام. امستردام. حيوا جماعه العاصمه، حطوتي انتو. من دوسلدورف. دوزلدورف، المانيا. لك هلا والله، هلا بالجيران. من ابل لك انت جاري انت ملودي بهولندا. انا بصراحه بدي اياك تفوز، من اول ما شفتك حبيتك، ولا عم تقول لي من ابل دور يعني زاد حبي لك. من فاسينار. بس نار هون جنب دنهاك. حلو لا مالك جاري. خلاص شو جارك؟ انت جاي مع فارس؟ مع فارس صاحبي. يس. فارس صاحبك. فارس طيب صاحبك مشارك معنا بالمسابقه اليوم، هذا الشيء ما بيصعب عليك؟ لا بالعكس رح يساعدني هذا الشيء، رح يشجعني اصلا، رح يصير يشجعك. منافسه اقوى. كيف استعدادك لمسابقه اليوم؟ والله جاهزين، يعني صرنا الصبح مولي اكل، يعني هي يعني حلو. عم نعمل هيك يعني برو. مهيئ حالك مهيئ منيح؟ حالي منيح. امبارح عم بلعب بالنادي 6 ساعات. يا هي لطيف. العالم تكفي. حلو. فارس، كيف الاستعدادات للمسابقه؟ نار. ترى اللي قبلك قال لي انه هو متدرب 6 ساعات بالنادي امبارح، انت شو عامل؟ انا اتصلت 3 ايام على 3 ايام كله له 3 ايام ما له اكل. حتى بالبيت تعرف شو؟ بالبيت بسموني البلوعه. كل شيء زوايد لعندي. هي كلها يعني قصص بتفائل لليوم، بس ان شاء الله ما يكون كله حكي يا احمد. لا يا معلم قول وفعل يعني. خلص لعيونك. حنشوف. معلم نار، صار له يومين جوعان. صار له يوم جوعان. اللي قبلك كان 3 ها؟ اللي قبلك كان 3؟ اللي قال لا حبيبي انا مسحوب معناتها. طيب كيف الاستعدادات؟ كيف هيئت حالك للمسابقه؟ اذا تاخرنا اكثر من هيك شوي رح اكلك الصراحه. يا لطيف. معناتها امرأي خلينا نبلش. شباب بس هيك قبل ما تبلش المسابقه جيت حتى اشوف حماسكم، كيف الاستعداد؟ والله شيء توب. نار. طيب شو التكتيك كنت تستعملوه بالمسابقه حتى تربحوا؟ معلم شطه، حط لها شطه بالاكل. سلطات تفتح النفس. ايه لا سكر لك حساسات تبع الشبع. شو التكتيك؟ انا ما في له زاد، ما في تكتيك. ما في عضله. نار. شو نار؟ معلم الصحن، شايف الصحن؟ بدي احمله كله بلع معلم. كله بلع. شو اخبار؟ لا والله معلم، اول شيء يعني انا ليش عم بحرق حالي؟ انا ما لازم احكي، ما لازم تحكي. لانه اذا بسمعوا انا بسفعل، لانه اذا حلو. حكيت رح يسمعوا بدهم يعملوا مثل تكتيك. شلون؟ شو يا عبود؟ ما عندي كلام، خوفوني والله. لا يا ما زلمة. عاد اقدر اكل. على اساس بدك تاكلهم كلهم انت. هلا بدي افاجئهم ان شاء الله. يلا بالتوفيق يا شباب، بالتوفيق. طبعا يا جماعه مثل ما انكم شايفين المسابقين جميعهم صاروا جاهزين لبدايه الجوله الاولى. مثل ما خبرتكم بالجوله الاولى كل واحد منهم رح ياخذ نفس الوجبه الصغيره، واسرع اثنين منهم رح يتاهلوا مباشره للجوله الثانيه واللي هي حتكون الجوله النهائيه. يلا نباشر. زي الصغير كيف تكتيك؟ ايه انا شو يا شباب، ما انكم شفتوا الصحن قديش بتتوقعوا بده وقت حتى تخلصوا؟ ايه انا بقول 3 دقيقتين و20 ثانيه. كثير ضعيف جدا. والله يعني شوف صراحه انا مو ضعيف. سريع بس اكيد
يا حلو. شو يا ألمانيا؟ قديش؟ دقيقة و50 ثانية دقيقة و50 ثانية إن شاء الله. حلو، يعني ممكن تكون أنت من الأوائل. ما بعرف، نشوف. شو؟ أنت ما بتحكي. انا ما بحكي. لا ليش عم بحرق حالي؟ انا ما لازم احكي. هالمرة ما بدي أخبرهم، خليني أفاجئ. فاجأة؟ طيب جاهزين؟ يلا. يلا أنا برأيي مباشر، خلينا نجهز المؤقت. متى ما شغلت المؤقت بصير بإمكانكم تبلشوا، أسرع اثنين منكم رح يتأهلوا معنا للجولة النهائية. جاهزين؟ 3 2 1 بلش التايمر. شو هاد وحوش الشباب. فيكم تستخدموا ايديكم، ها ما بدها يعني تكونوا كتير اكابر والشوكه والسكينه والمعلقه. هيك ها هيك طلع انت وينك؟ ما بحكي الشباب بلشت تاكل عظام. انا اتوقع صار فينا نقول انه معنا ليس اول متاهل. زعفه منكم يا شباب لليس. شو هذا حط الرز بالصوص بالاخير. هلا اللي بنعرفه انه ليس تاهل للجوله النهائيه بكل تاكيد، بس هون كانه في شغلات بالصحن لسه. طب رأيي خلينا نرجع على الفار نشوف اذا عبد ولا احمد خلص قبل. يعطيكم العافيه. طبعا يا جماعه بعد ما رجعنا للفار وصلنا نتيجه الشباب لسه ما بيعرفوها، بس عم نستنى نحن يجينا ظرف النتيجه حتى نعلن عنه. نحن بانتظار ظرف النتيجه. صار معنا ظرف النتيجه وهلا صار فينا نعلن عن المتأهلين بشكل رسمي وعن الناس اللي للأسف رح يفارقونا الليلة. فارس للأسف خسرنا بطل. عبود خسرنا بطل لسه، بس إذا بتصور لهم بالله صحن فارس لحد الآن لسه مو خالص فارس ومصر. عبود بالله إذا تاخذ لي بس لقطة، تاخذ لي لقطة على صحن عبود ليك وين حط الرز مشان ينفذ بعملته. حطه بالصوص. بعد ما رجعنا للفار بين معنا انه ليس تأهل بشكل رسمي كأول شخص بيخلص الوجبة تبعيته، وأحمد وعبد خلصوا بنفس الوقت، فنحن قررنا نجري بعض التعديلات. الجولة النهائية رح تكون بين 3 أشخاص اللي هن أحمد وليس وعبد. سمعونا زقفة لهم. خليكم معنا لنكمل معكم بالجولة النهائية. يا جماعة طبعا بدي أوجه شكر كتير كبير لإدارة المطعم اليمني بدنهاف، بدي أخص بالشكر هذا الأخ حاتم الرياشي على حسن الضيافة. جد ما قصروا بأي شيء معنا يا جماعة، وأنصح الجميع بزيارتهم برمضان لأنه أنا واثق برمضان رح تكون أجواءهم روعة. حتاتي أنتو. المسابقة كانت حلوة كتير، حاولت كتير أربح ما قدرت، يعني أنا عم باكل عم بطلع عليهم، أنا من أول لقمتين هن مسحوا الصحون، عندهم جهازين هضم أنا متأكد مو جهاز واحد. والله كانت جولة صعبة، يعني هي لسه البدايات، يعني تشردقت كذا مرة. بس يعني لساتنا عايشين. عم نضحك بنص الوجبة، عم نسلي عم نطقطق، بدهم شوي شد حيل. كانت تجربة حلوة وتعرفنا على الشباب الطيبة وانبسطنا بهالشيء. وأنا كانت يعني جيتي الرئيسية والأساسية لأتعرف على سومر. أنا تابعه من سوريا وهو حببني بهولندا، هو أعطاني حافز إنه أجي على البلد هي. رجعوا لي على المسابقة. لك أعطيني بوسة حتاتي. الله يعون. 2 hours later. كنا قاعدين عم نتناقش نحن والشباب، عم نقول انه مين بده يفوز وهيك. كل انسان قال انه انا بدي احرق الارض، وهذا اللي حكى انه كلامي فعل، انه مو كلامي اللي بيحكيه، فعلي هو اللي هذا. تعال جنبي. لما تعال ابنك مع الضيوف. معلم في عندكم هيك اكل بالمانيا بالله؟ والله الاكل كتير طيب، تحياتي لكادر العمل هون. كتير الاكل طيب، وبنصح العالم انه تيجي وتدوق الاكل هون.
طبعا يا جماعه مثل ما كنتم شايفين شوي ورح نبدا بالجوله الثانيه واللي هي حتكون الجوله النهائيه. الاكل شوي وبينزل، بس قبل ما نبدا الجوله انا حابب اسال الشباب معنا هون ضيوفنا بالمطعم، تتوقعوا يربحوا من المسابقين اللي معنا موجودين؟ والله علشان اقدر احكم ممكن بعد اذن الشباب تقف كده عشان اشوف صورنا الاحجام. الشباب والله. الراجل ده شكله بيروح الجيم، الراجل ده برضو ما تخلص يا حمد انت والله انا اتوقع الاخ اللي هو اللي بالنص على اليمين. لا على اليمين، على اليسار. على اليسار. هو قصير بس خلي بالك عندنا مثل بيقول لك ايه الحجر ما بيعجبك بفجك. لا قصير بس يحير. قصير بس انت مين تتوقع؟ الراجل اللي لابس اخضر ده شكله عنتيل يعني. ان شاء الله هي. لا انت مش نشوف قصيرين الصراحه. والله مثل ما شفتوا يا جماعه الاراء تختلف، فبرايي خلينا نبلش. طبعا يا جماعه الجوله صارت جاهزه والوجبات جاهزه قدام الشباب، والشباب اتوقع متحمسين كثير، صح ولا مو صح؟ حلو الحكي. طبعا اللي ما بتعرفوه يا شباب انه ممكن اثناء هاي الجوله في تحديات مفاجئه ممكن تواجهكم، فبحب لكم بالتوفيق. وبنبدا العد التنازلي 3 2 1. العصير ممكن يساعد مرات حتى تبلعوا اللقمه. حلو. ترى ليس بنخاف منه يا جماعه، ليس طارق مشوار سفر ف معده فاضيه من الصبح كانت. شو ابو حميد كيف الوضع؟ حد انت تحمست زياده وكبيت الصوص كله. طبعا يا شباب اللي رح يصير هلا انه بدي اسالكم اسئله، هاي الاسئله مجبورين تجاوبوا عليها غلط، اذا بتجاوبوا صح بنزيد لكم رز بصحنكم. اي نعم. بلش من عندك اول شيء عبد. شو لون السما بسرعه؟ حمراء. حلو. نفذ. ابو حميد كم اصبع بايدك؟ 7. عاصمة فرنسا بسرعة. طلع معلقتين رز. نعم ايه. حلو. روح. شو بتشرب البقرة؟ شو لون البندورة؟ صفراء. حلو. شو بيقول العصفور؟ صح بعوي. شو بيقول؟ بعوي. شو يعني بيقول؟ 2 زائد 2 5. حلو. بسرعة كم يوم بالأسبوع؟ 7. عطله معلقتين عطله. من امتى كانوا 7؟ التحدي اللي بعده ابدأ بمقطع من غنية معينة وانتم لازم تكملوه. جاهز؟ لا مو جاهز. يلا 3 2 1. مخصمك. لا طبعا. وين رحت؟ طلعوا رز بسرعة. بس كتر مخصمك. يا ليل ويا العين. انا لا تمام حرام. فاكر لما تقول لي هسيبك؟ شو؟ اطلع. ما حكيت كان مش حنسان. لا لا في فرق مش طبيعي، في فرق شاسع بين صحن عبد والصحن تبعكم يا شباب. ادائكم متراجع عن الجوله الاولى، خصوصي انت خاب املي فيك. والله بعدين حد ليك عم بستهزئ منكم يا زلمه. شو يا حبيبي؟ حترجع تفعلها ولا؟ لما نضحك اولا بكي اخيرا، ليك هونيك عم بيصير في تقدم رهيب. جماعه المانيا مو مصلين على النبي. يا هم ملالي. الصحن بده ينمسح مسح. لا تراجع ولا استسلام. شو يا شباب؟ صحة يا شباب. ان شاء الله بعز الشباب. يا شباب ظن صار فينا نعلن عن الفائز. زعفة منكم والله. عبود حسمها، عبود ختمها. لا انا كنت عارف انت قلت عنك العين، هم كانوا بيحسبوا. انت قلت له قصير يحير. بعدني فاكر. طلع يبدا
والله ابدعتوا يا شباب، يعطيكم الف عافيه. يعني على لقمه شو لقمه؟ والله العظيم حرقي مثل النار. ايه بس على فكره هو زود لي 4 معالق ان شاء الله صحتين. وانا معلقتين. طبعا يا جماعه مثل ما اتفقنا رح يكون في للرابح 200 يورو جائزه مقدمه من المطعم اليمني. ان شاء الله الف مبروك. شو رح تعمل بال 200 يورو يا عبد؟ نغدي الشباب. بس كمان الشباب يعني ابدعوا، فنحن ما رح نطلع حدا خسران. الشباب رح يربحوا معنا كوبون كمان مقدم من مطعم اليمني بقيمه 50 يورو بيقدروا يستخدموا برمضان، وكوبون ايضا بقيمه 70 يورو. شكرا لك كثير. لك ابدعتوا، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. لك حبيبي القلب. رح تيجوا برمضان؟ ان شاء الله باذن الله. بدك تطلع مشوار من دوزلدورف، بيستاهل المطعم. بيستاهل طبعا. كيف لقيتوا الاكل؟ رائع جدا، الله يعطيهم العافيه. والله انا حلقك مثل النار معلم. والله العظيم كترت حد يا زلمه. كتر حد والله تحمس كتر. زيادة. بس انا بيقولوا انه بالحد تاكل اكثر يمكن صح بيفتح الشهيه. بس والله ما فتح. والله صراحه طلع بالكاميرا. والله صراحه انه الصحن طلع بالكاميرا. هيك يعني الحق يقال جماعة ألمانيا طلعوا بيوم فرطي يعني تام تبع هولندا. معلم ما عاد احسن انا، عرفت كيف؟ يعني صحنين منسفين فينك تحكي انت يعني. انسى الوجبات كمان. امالي الوجبات كانت كثير جماعة كثير. ألمانيا الله أكبر عليك. خلاص بالمسابقة الجاي. بالمسابقة الجاي يا جماعة انتظرونا بالمسابقة الجاي ان شاء الله. بالمسابقة الجاي حكون معه وان شاء الله حفوز يعني. حبيبي نورت هولندا بلدك حبيبي الثاني. القلب، تشرفت بمعرفتك. احلى غالي. كيف شعور الفوز غير؟ شغله معي كيف احكي لي. رواق. بس ما كان مبين عليك يا زلمه، فعلا نامت تحت السماء. والله ما كنت ناوي اكل يا شباب يعني، بس فتحة شهيد سبحان الله الاكل طيب. فزت. شو الخطوه التاليه رح تتخذها؟ ارجع على البيت. يا جماعه قبل ما انهي الحلقه صار حدث كان لازم نوثقه، يعني ما قدرت ما اوثق هيك شيء. شوف قمه الاخلاق تبع جماعه المانيا. الاخ ليس بما انه ساكن بعيد، ما له ساكن بهولندا وبعيد عن المطعم، فحب يهدي الكوبون تبعه اللي بقيمه 70 يورو لاحد الاشخاص الموجودين هون معنا بالمطعم، بحيث هو جياته كثير قليله يعني على هولندا. تماما. صح ولا مو صح؟ صح. فلمين حابب تهدي اياه ليش؟ الشباب اللي هنيك اللي شجعوني. حب يهدي شاب من الشباب المصاروة اللي حطوا امالهم فيه. فعليا يا جماعه ليس هو اللي فاز اليوم معنا، فاز باخلاقه وكرمه، فاز بكل شيء. انتظرونا بالحلقات القادمه.